السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكلتنا النهاردة أو وصفتنا هتبقى ميني بيتزا. وصفة مميزة ومحببة جدا جدا لمعظمنا تقريبا. هنعملها بطريقة سهلة بدون عجن وبدون فرن، ومكونات بسيطة جدا موجودة في كل بيت. نقول بسم الله ونشوف المكونات مع بعض. انا اول مكون عندي هو الميه. هجيب بوله غويطه واحط فيها كوبايه ونص من الميه بالشكل ده كده، واحط عليهم معلقه صغيره من الخميره الفوريه. طبعا تكون صلاحيتها كويسه عشان تبقى نتيجتها مظبوطه معاكي. وبعد كده هنزل فوقيها بمعلقه كبيره من زيت الزيتون او بما يعادل معلقتين صغيرين بالشكل ده كده. وبعد كده هنزل عليهم بمعلقه صغيره من السكر ورشه صغيره قوي من الفلفل، دي طبعا ترجعلك. بس انا بحب طعمه قوي في البيتزا. وبعد كده هقلبهم كويس قوي مع بعض بالشكل ده، وهجيب معلقه كمان صغيره من الزعتر وابدا كده اعملها بايدي شويه كويس لحد ما تنعم معايا، واحطها على الخليط بتاعي. وهجيب حبايه واحده بس من البيض واضيفها للخليط. لو عايزه تستغني عن البيض استبدليه بمعلقتين كبار من اللبن البودر او بكوبايه من الحليب. وبعد كده هبدا اضرب كل المكونات دي كلها بالمضرب اليدوي بالشكل ده لحد ما يتجانسوا كويس قوي مع بعض ويدوبوا تماما. بعد كده هجيب نص كوبايه من دقيق السميد، كلنا عارفينه موجود عند اي سوبر ماركت. وهحط كمان رشه من الملح عشان نسينا نحطها في الاول، هنحط رشه صغيره بس من الملح. ونقلب كل ده مع بعضه. وبعدين الدقيق بتاعي هيكون عباره عن كوبايتين من الدقيق. وطبعا زي ما بنقول كل مره ان الدقيق بيختلف من نوع للتاني، علشان كده هننزل بالتدريج لحد ما نشوف القوام المظبوط اللي احنا عايزينه. انا غالبا احتاجت الكوبايتين كلهم. وهبدأ كده كل ما احط شوية اقلب بالمضرب بالشكل ده كده، علشان ما يكونش في معايا اي تكتلات خالص في الخليط. دي الكوباية التانية معايا، ببدأ انزل بيها بالتدريج بالشكل دوت، وايدي مستمرة في التقليب بالطريقة دي كده. انا خدتهم كلهم بالشكل ده. وده القوام اللي انا عايزاها تبقى تقريبا زي الكيك شوية او اتقل سنة بسيطة. آه، بالطريقه دي كده هجيب السباتولا بتاعتي وهبدا انزل بالجناب كلها اللي في البوله عندي، وابدا اقلبها تماما عشان ما يكونش كده الجناب بتاعت البوله عندي فيها قطع ما دابتش كويس من الدقيق، فتم التكتلات مع بعد كده معايا في الخليط. هو ده القوام المظبوط اللي انا محتاجاه. هبدا بقى اغطيها بالصينيه يا دوب ربع ساعه 10 دقايق بس. وبعد كده هشيل الصينيه وابدا اجيب عندي ازازه ميه اكون مش عايزاها، وافتح الغطا بتاعها بشكل دائري بالشكل ده كده. وهبدا انزل بالخليط كله في الازازه عندي. اعتقد دي ابسط طريقه خالص ممكن نستخدمها. ما قلناش بقى كيس حلواني ولا اي حاجه خالص، ولا اي كده اشكال اللي هي بتبقى جاهزه فيها الشكل. لا، الازازه ابسط حاجه ونتيجتها حلوه وممتازه جدا. هبدأ كده بأي طريقة عندك تحطي كده الخليط كله في الإزازة. أنا طبعا جبت طبق كده وحطيته تحتها علشان خاطر ما بهدلش الدنيا في المطبخ بالشكل ده كده. وهي الحمد لله أصلا ما نزلتش حاجة خالص. كده مليتها تماما. هبدأ بقى أغطيها بالغطا اللي أنا فاتحاه كويس قوي بدورية صغيرة. دي المكونات اللي عندي، الحشو بتاعي هنحطها مع بعض ونعرف هي ايه بكتاب الخطوات مع بعض. طبعا الطاسة عندي على النار تكون سخنة. هبدأ بقى كده اعمل دوائر صغيرة بالشكل ده كده، واسيبها لحد ما تتماسك من تحت كويس. طبعا لو انت عايزاها تبقى سمكها او قوامها تقيل معاكي البيتزا، بتسيبيها من غير ما تعملي الخطوه اللي انا بعملها دي، ان انا برققها شويه كده بالمعلقه من تحت بالطريقه دي، لان انا بحب سمكها او قوامها يكون رقيق شويه. لكن لو انت حابه معاها ان هي القوام يبقى سميك شويه معاكي، سيبيها زي ما هي وما تعمليش الخطوه بتاعه الفرد دي. وهتقلبيها مره الناحيه التانية وبعدين تقلبيها تاني وتحطي الحشو بتاعك بتاع البيتزا. هبدأ كده اجربها كل شوية لحد ما الاقيها ان هي فصلت عن الطاسة من تحت. وبعد كده هبدأ اقلبها كل شوية. هجرب الطريقة دي كده لانها مجرد ما بتفصل عن الطاسة هي كده استوت تماما ومش محتاجة لحاجة تاني. بجرب معاكم بصوا كل شوية، بس يعني ما تستعجليش قوي عليها، هيبان كمان في لونها. هتلاقي لونها بدأ كده من لون العجين، بدأ لونها يفتح معاكي. انا طلعت كده طاسة عفوا التصوير كان واقف، فهعمل معاكم مرة تانية. هنزل بالطريقة دي برضو كده. بصوا هي كده قوامها هيبقى تقيل سميك شويه معاكي. انا طبعا هبدا افردها بالطريقه دي كده بالمعلقه علشان سمكها يقل شويه.
بعد كده اول ما لقيتها فصلت كده هبدا اقلبها بالشكل ده كده، تاخد بس برضو سوا خفيف من تحت، وابدا انزل على طول بالصلصه بتاعتي اللي احنا عملناها قبل كده مع بعض في فيديو البيتزا. صلصه سهله يعني، اللي جوه العلبه هنا مش كاتشب، لا دي الصلصه اللي احنا عاملينها في البيت مع بعض بتاعه البيتزا. هبقى انزل لكم ان شاء الله رابط الفيديو في صندوق الوصف او فوق في البطاقه باذن الله. هبدا انزل كده على كل بيتزايه فيهم بالكميه المناسبه لحجم البيتزا، واوزعها بالشكل ده كده. بيتزا الصلصه دي انجح كتير جدا من الصلصه اللي بنجيبها من السوبر ماركت الجاهزه المخصصه للبيتزا، بجد تحفه قوي وسهله قوي قوي قوي. عملناها قبل كده مع بعض في فيديو. هبدا بقى اوزع كويس، وبعد كده انزل ببقيه الحشو او المكونات اللي عندي. طبعا الحشوه ترجع لك، تحبي حطي زي ما اي مكون عندك، خضار بس، جبن بس. في ناس بتفضل الزيتون، في ناس مش بتفضله، في بتفضل الجبن، في ناس لا. فطبعا الحشوه ترجع لذوقك انت. انا طبعا الحشوه عندي البصل والخضار اديت له كده بس تقليبه كده على في الطاسه، تشويحه بحيث يدبل شويه معايا قبل ما اضيفه بالشكل ده كده. بس عشان وقت الفيديو فقلت يعني كانت بسيطه خالص، شوحتهم بس في الطاسه كده بمعلقه واحده من الزيت، شوحوا معايا ودبلوا معايا. وبعد كده هبدا احطهم بالطريقه دي كده، بصل وفلفل الوان بس. وبعد كده هنزل بالزيتون بقى، سواء اخضر او اسود زي ما تفضلي. وهنزل بايه حوالي بس كده رشه بسيطه من العجين بتاعي تاني عشان يمسك عندي الخضار او الخليط اللي في النص، واوزعها بالشكل ده. وبعد كده هحط الجبن اللي عندي واغطيها بالغطا كده بتاع الطاسه، مفيش لحد ما تلاقي كده كل الطبقه اللي فوق استوت معاكي تماما، وتلاقي الجبنه ساحت، الموتزاريلا او اي نوع انت حطاه ساحت معاكي، ابداي شيلي الغطا وخرجي، خلاص هي كده جاهزه معاكي تماما. خلصت كل الكميه ما شاء الله، الكوبايتين دي عملوا معايا كميه حلوه قوي زي ما انتم شايفين. بجد وصفه روعه وهشه وطريه جدا جدا، من غير عجن ولا بهدله ولا تطويل خالص، سهله وبسيطه جدا. اتمنى تعجبكم، واتمنى اكون مطولش عليكم. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، وسيبوا لي كومنت حلو برايكم يشجعني، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.